بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى من مطبخ لمة صحاب فود. النهارده ان شاء الله باذن الله اعمل لك العظمه دي. صينيه ملهاش حل، يعني بصي بنص صدر فرخه. فعلا بنص صدر فرخة هعمل لك العظمة دي كلها. مفيش حاجة تأزمنا، مفيش حاجة تبقى غالية بالنسبة لنا. دي انتي لو اكلتيها بره هتبقى بمبلغ وقدره. اعمليها بسرعة، مفيش حاجة تأزمنا، مفيش حاجة غالية بالنسبة لنا خالص. وبأقل تكلفة هنعمل حاجات لا تخطر على بالي، يعني ان شاء الله بإذن الله بتكلفة بسيطة جدا جدا هتعملي العظمة دي. عندك شوية كوسة فاضيين باقيين منك، تمام، ابدأي اعمليها ما شاء الله تحفة تجنن. بنص صدر فرخة، فعلا بنص صدر فرخة هنعمل العظمة دي. قدمنا معاها الرز الابيض اللي انا بعمله للطواجن، تحفة ملهوش حل، بعمله بالقشطة وباللبن. ملهوش حل ما شاء الله، بيبقى مفلفل وطعمه يجنن حلو قوي. ده يعتبر طاجن، بس احنا عاملينه في بايركس النهارده، مش عاملينه في طاجن، يعني كسرنا بقى يعني الروتين بتاعي اللي انا بعمل كل حاجه في الطواجن، لان انا بعشق فعلا الطواجن. حلوه قوي، الاكل فيها بيبقى تحفه. ماشي، نروح للمقادير. مقاديرنا بسيطة قوي، ما فيهاش اي حاجة صعبة خالص. اهو نص صدر فرخة، انا ما كدبتش عليكم، نص صدر فرخة هنعمل عظمة. عظمة. هنبدأ نقطع الصدر الفرخة بتاعي النص، سوري، هنبدأ نقطعه شرايح، تمام، عشان انا عايزة انقعه ياخد في التتبيلة او المية النقع بتاعتي. انا عايزاه ياخد يشرب المية كلها، عشان لو في ريحة زفارة تروح. تمام، هبدأ انضفه، لو في اي جلد، لو في اي زوائد كده، لو في اي عظم مثلا ابدأ ان انا اشيله. تمام. وهتبدأي ان انت تقطعيه كده بس على ما يتنقع شوية، وبعد كده نبدأ نقطعه مكعبات. تمام. ادي عندنا نص صدر الفرخة فقط لا غير. عندي طبق فيه شوية ملح وعليه ليمونة، نعصر ليمونة عليه وننقع الفراخ بتاعتي. نص صدر الفرخة، نص صدر الفرخة هننقعها بالظبط 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، عشان لو في أي ريحة زفارة تروح. تمام، عشان يعني نبقى ضامنينها واحنا بنغسلها. اعذروني يا جماعة، انا مش بعرف والله اشتغل بجلافز خالص. انا بغسل ايدي كويس، بنضفها كويس، بعقمها كويس، حتى البرانشة بتاعتي اللي انا بستخدم عليها التقطيع، الحمد لله انا بغسلها كويس جدا، بعقمها تعقيم عالي قوي يعني الحمد لله. والرخامة بتاعتي برضو بعقمها تعقيم كويس جدا. عندي بقى بواقي هنا كوسة كانت هتبوظ مني، فقلت استغلها. بدأت ان انا اعملها بالمبشرة كده، اديها خطوط كده، تمام، تدينا منظر حلو. وعندي القطاعة دي قطاعة البطاطس تجنن حلوة. ما عندكيش قطعي بالسكينة، مفيش اي مشكلة خالص. ما عندكيش القطاعة دي، ما تأزميش نفسك، قطعي بالسكينة، السكينة ما قالتش لا يعني. هنبدأ نقطع الكوسة بتاعتي، هي كانت في جزء منها بقى طري، فأنا شلته. حتى هتلاقي الكوسة عندي نصها متشال، فأنا كانت بقت طرية عندي، فشلت الجزء الطري واستخدمت الباقي. تمام. كانت هتبوظ، فقلت استغلها. حرام ما ترموش اي حاجة، حرام ما ترموش اي حاجة، بالله عليكم استفيدوا من كل حاجة عندكم في البيت. اعملوا اي حاجة. ألفي كده تأليفة كده وانتي قاعدة بالليل، ألفي تأليفة حتة أكل كده وظبطي الدنيا وهتبقى تطلع أكلة معاكي ممتازة. فنني فنني في المطبخ، فنني في الأكل، هتطلعي حاجة كده عظمة إن شاء الله بإذن الله. بدأت إن أنا أقطع الكوسة بتاعتي كلها. تمام. ما شاء الله، حلوة جدا الكوسة، فيها فوائد عالية قوي قوي قوي. تمام. هنبدأ نعملها بطريقة بسيطة جدا، بطريقة سهلة قوي. خلاص خلصنا التقطيع ما شاء الله، وغسلينها ومنضفينها كويس. هنبدأ نجيب بقى المكون بتاعي اللي انا هشتغل فيه. طاسة واحدة فقط لا غير يا جماعة، انا هشتغل في طاسة واحدة فقط لا غير، يعني انا مش هبهدل الدنيا. انا مش هبهدل الدنيا، في طاسة واحدة هشتغل فيها. تمام. جبت طاسة هنا، جبت طاسة ونزلت بمعلقة سمنة، عليهم شوية زيت، معلقة سمنة بلدي، عليهم شوية زيت. تمام. وهبدأ ان انا انزل بمعلقة توم على الطاسة بتاعتي، معلقة توم كبيرة على الطاسة بتاعتي، وابدأ ان انا اديها يعني اصفرها كده شوية. تمام. على انا بحب انا استخدم في الطواجن بتاعتي او في الاكل بتاعي سمنة بلدي. اللي ما عندهوش مفيش اي مشكلة خالص يا جماعة، والله ما تأزموش الدنيا خالص. تمام. يبقى معلقة توم مهروسة كبيرة على معلقة سمنة بلدي على شوية زيت. تمام. هبدأ ان انا انزل بالكوسة بتاعتي فيها،
وأبدأ إن أنا أدّيها تشويحة، يعني بحيث إن هي يعني تاخد السمنة بتاعتي. كل قطعة كوسة أنا عندي هنا باعملها تاخد من التوم والسمنة بتاعتي، تمام. والله العظيم يا جماعة تحفة. الطاجن ما لهوش حل، الأكلة دي ما لهاش حل، طعمها تحفة، طعمها يجنن. تمام، حطيت معلقة فلفل أسمر كبيرة، وهابدأ برضه إن أنا أقلِّب لغاية ما تدبل كده معايا شوية، أنا مش عايزاها تدبل أوي، أنا عايزاها يعني تشرب من السمنة والتوم، تمام. في طاسة واحدة فقط لا غير، هابدأ إن أنا أشتغل المكونات كلها، حتى البشاميل بتاعي اللي أنا هاشتغله في نفس الطاسة. ما شاء الله الريحة طالعة، الريحة تجنن. آسفة جدًا، جدًا، الكاميرا وقعت مني، آسفة جدًا. ما شاء الله بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها تحفة كده، كفاية عليا. هبدأ ان انا اشيلها بالمصفى بتاعتي، وبعد كده هنبدأ في المكون التاني. تمام. حلوة، حلوة قوي قوي، الريحة بتاعتها بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، قلب الدنيا. التوم يا جماعة انا بحب التوم جدا جدا في الاكل بتاعي، بحب التوم قوي. هانزل بقى بنُص صدر فرخة، نُص صدر فرخة بعد ما قطّعته مكعبات، تمام. هابدأ إن أنا أنزل بيه في نفس الطاسة بنفس الزيت والسمنة، وأنزل بيه عليه بمعلقة فلفل أسمر كبيرة، تمام. وهابدأ إن أنا أقلّب، ودي ال7 بهارات، أنا باحب ال7 بهارات في ال وأنا باعمل فراخ وأنا باعمل لحمة، بتدّيني طعم حلو أوي ونكهة حلوة أوي، تمام. هابدأ برضه إن أنا أقلِّب، أقلِّب، ونزلت بمعلقة بابريكا مدخنة، اللي ما عندهوش بابريكا ما فيش أي مشكلة، ما تأزميش الدنيا، ما تستعمليش، ما عندكيش 7 بهارات، ما تأزميش نفسِك، هتأزمي نفسِك ليه؟ استعملي فلفل أسمر فقط لا غير، ما فيش أي مشكلة، أنا مش بالزمِك بالتوابل، مش بالزمِك بالحاجة اللي هي تحسّي إن هي عليها يعني بالنسبة لِك over عليكِ، لأ، ما تستخدميها، ما تجيبيهاش أساسًا، تمام. بدأت خلاص إن أنا شربت المَيّة معايا كويس، شربت التوابل معايا كويس، بعد كده هانزل بقى بفلفل أصفر، فلفل أحمر، فلفل أخضر، وبصلاية واحدة فقط لا غير. أنا ما نزلتش بفلفلاية كاملة، أنا خدت نُص الفلفلاية الصفرا ونُص الفلفلاية الحمرا، وقطّعتهم مكعبات صغيّرة، وبعد كده نزلت عليهم بقى على الفراخ. شُفتوا الشكل يجنن عامل إزاي؟ تحفة. والريحة قلبة الدنيا، لإن السمنة اللي أنا شوّحت فيها الفراخ كانت فيها التوم، فalready التوم بيدّيكِ ريحة فظيعة كده في الفراخ، تمام. خلاص ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجنن، حلو أوي، ما شاء الله. بصوا الشكل عامل إزاي يا جماعة، تحفة، تحفة. هابدأ بقى خلاص كده حلو أوي، إن أنا مش عايزة إن أنا الخضار بتاعي يدبل، أنا عايزة بس إن أنا أدّي له تشويحة كده مع على الفراخ، وبس كده، هابدأ إن أنا أشيله، تمام. أنا خلاص هابدأ إن أنا ما خدتش بالي إن أنا عايزة الصوص كلّه ينزل، يعني أنا هابدأ إن أنا أنزّل كل الصوص على الفراخ، لإن أنا هابدأ إن أنا أحُط سمنة تاني عشان هاعمل البشاميل بتاعي، تمام. كده في نفس الطاسة، إحنا ما استعملناش أو ما أهدرناش يعني أطباق كتير أو طاسات كتير في نفس الطاسة، تمام. هابدأ إن أنا أنزل بمعلقتين سمنة بلدي كبار على معلقتين كبار بنفس المعلقة، معلقتين كبار دقيق، يعني معلقتين كبار سمنة على معلقتين كبار دقيق. ما عندكيش سمنة بلدي ما تأزميش الدنيا، استخدمي سمنة عادية، ما فيش سمنة عادية استخدمي زيت، ما فيش أي مشكلة خالص معاكِ، تمام. هابدأ إن أنا أقلّبها لغاية ما تصفر، وللأسف إن أنا الجزء بتاع اللبن ما جاش معايا وأنا بانزل بالحليب، ما جاش معايا خالص، آسفة جدًا، جدًا. بس أنتِ بعد ما أحمّرها كويس هتنزلي بلتر حليب عليها، وتبدئي بالمضرب اليدوي تبدئي تقلّبيها لغاية ما يوصل للقوام ده. آسفة جدًا، جدًا إن أنا ما جاش اللقطة دي، بس والله اتشالت منّي في الفيديو خالص، اعذروني. بس هننزل على المعلقتين دقيق ومعلقتين السمنة بلتر حليب بعد ما أقلّب كويس جدًا الدقيق مع السمنة، تمام، لغاية ما يصفر. خلاص عندي الكوسة أهي، هانزل عليها بالفراخ، مش هانزل طبقة، طبقة، لأ، أنا نزلت بالكوسة على الفراخ أو بالفراخ على الكوسة، وهابدأ إن أنا أقلِّب كل المكونات مع بعض. عايزة كل المكونات تمتزج مع بعض، الكوسة مع الفراخ مع الخضار بتاعي،
كلّهم يمتزجوا. عندي الصينية البايركس، ما عندكيش بايركس استخدمي صينية ألمونيا، يعني ما فيش أي مشكلة. والله العظيم بجد أنتِ لو دخلتِ المطبخ هتفنّني، هتبدعي يعني. المطبخ كده يعني حاجة كده يعني بنطلّع فيه بجد الكبت اللي جوانا. لو في أي مشكلة عندِك ادخلي المطبخ، اعملي أي حاجة، اعملي أي حاجة، خرّجي نَفْسِك من الmood اللي أنتِ فيه بالأكل، بالطبيخ. يعني مش عارفة، يعني أنا هو ده اللي أنا باخرج بيه بصراحة من لو أنا داخلة في mood وِحِش، أهو أنا باستغفر ربنا الأول إن شاء الله بإذن الله، وبعد كده أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد كده أدخل بقى أبدع في المطبخ. ما شاء الله هانزل بالبشاميل بتاعي، هانزل فيه مش هادهن البايركس بتاعي، هانزل بالبشاميل. هاخد كبشتين كده أو 3 وهانزل بيها في القاع، وبعد كده هانزل بقى يعني العظمة دي. ما شاء الله تحفة. بنُص صدر فرخة يا جماعة، بجد، بجد عملنا غدا يعني حكاية. غدا كده يعني ما شاء الله يعني، ما شاء الله يعني. ولا أجدع يعني أكلة في أجدع يعني مطعم في أجدع فندق يعني بصراحة. بدأت إن أنا بقى أضبّط الصينية بتاعتي وأدّيها كده هَزّة بسيطة كده، وبعد كده هانزل بالبشاميل اللي فاضل معايا على الوش، ونكون مشغّلين الفرن قبلها بربع ساعة على درجة حرارة 200، وبعد كده بقى إيه، ندخّلها بقى إيه، يعني يستوي معايا. هو هيستوي لإن already إحنا ما سوّيناش الكوسة، إحنا ادّيناها بس تشويحة، تمام. نزلت بالبشاميل بتاعي، وبعد كده هابدأ إن أنا أدخّله الفرن. ما شاء الله تحفة. الريحة جنان، الريحة جنان، بجد، بجد جرّبي الأكلة دي هتدعي لي، والله هتدعي لي. ما فيش أي افتكاسات فيها، ما فيش أي حاجة صعبة فيها. بأقل، أقل، أقل تكلفة عملنا أكلة حكاية يا جماعة، أكلة ما لهاش حل بجد. ما شاء الله تحفة، حلو أوي. التوم مدّينا نكهة للفراخ. أنا دُقت الفراخ طبعًا قبل ما أدخّلها، حاجة روعة. يعني أنتِ ممكن تستخدمي الخليط اللي إحنا عملناه، المكونات اللي إحنا عملناها بالفراخ والخضار دي يعني تستخدميها في ساندوتشات، يعني تعمليها شاورما، يعني كده لوحدها. لو ما عندكيش كوسة ممكن تستخدميها شاورما. نُص صدر فرخة فقط لا غير. بُصّي ما شاء الله الطاجن تحت شكله تحفة. بُصّي الجمال، بُصّي الشكل، روعة، روعة. ما شاء الله حلو أوي، أوي، ومغذي جدًا وشهي جدًا بجد. ما شاء الله خلاص خلّصناه. استوى كويس جدًا. لسه ما أخدش الوش اللي هو اللي أنا عايزاه. هننزل بقى بيه على وشه كده بموتزاريلا، يعني هندّيها الدسامة. شُفتِ ما شاء الله، شُفتِ عمّال يبقبق إزاي؟ إحنا بقى هننزل بالموتزاريلا دلوقتي وندّي له بقى إيه، الشكل بقى النهائي بقى، ونروح مدخّلينه الفرن ياخد وش تاني. ما عندكيش موتزاريلا هنقول تاني ما فيش أي مشكلة، اكتفي كده. بس إحنا بنحب كده إيه، يعني حبيت إن أنا أدلّعه شوية فادّيته شوية موتزاريلا، تمام. ما عندكيش موتزاريلا ما فيش أي مشكلة خالص. عندِك شوية جبنة رومي فاضلين، عندِك شوية جبنة cheddar موجودة، موجودة، حُطّي على وش الطاجن ما فيش أي مشكلة. ما عندكيش خلاص اكتفي بكده، يعني ادّيها الوش وخلاص كده، يعني ابدأوا كلوها يعني. ما شاء الله تجنن. بُصّي الجمال ما شاء الله. حسّيت كده إن هي إيه، مش متحمّرة شوية، فرُحت جِبت بقى صديقي في المطبخ الشُعلة بتاعتي أدّي له وِش كده شوية، وبس على كده. يعني بصراحة أكلة بجد، بجد بأقل، أقل تكلفة. إن شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبِك إن شاء الله بإذن الله، وانتظريني في فيديو جديد من مطبخ لمّة صحاب فود. معاكِ نشوى، ويا رب يكون الفيديو مُبسّط بسيط عليكِ إن شاء الله بإذن الله، ما أكونش طوّلت عليكم بإذن الله، ويا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم. ما تنسوش أهم حاجة تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس. أهم حاجة تشتركوا في القناة. وباي باي.